حبايب قلبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا ما حبيتش اعمل فويس اوفر، حبيت ان انا اتكلم معاكم وانا في الفيديو كده مباشرة عشان ما انساش اي حاجة. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن تغليف قطع الكونكريت، ازاي نغلفهم بطريقة تخلي القطعة توصل سليمة بإذن الله لصاحبها أو للعميل ومن غير كسر، وفي نفس الوقت نشتري خامات التغليف ايه هي اللي هنشتريها ونجيبها منين. طبعا كلنا عارفين ان شغل الكونكريت بتاعنا ايا كان المادة اللي بنستخدمها، سواء جبس واسمنت او سواء ماربل اي نوع، انه برضو بيكون قابل للكسر، وان مع اقل حركة او مع الخبطات اللي ممكن تحصل عن طريق الشحن بتاع الاوردر او مع المندوب، ان ده ممكن يخليها ان هي تتكسر. طيب احنا ازاي نحفظ قطع، وبالذات بقى ان في قطع بتكون خفيفة او بيكون فيها يعني فيها كده اماكن بتكون رقيقه، زي مثلا مفكر ده دراعه ده بيكون ارق حاجه فيه، يعني من اقل حاجه ممكن يتكسر. فاحنا نعمل ده ازاي؟ وان احنا عايزين نوصل إن يعني القطعه توصل سليمه وكويسه وما يكونش فيها اي عيوب ولا اي حاجه، ونكون ما نكونش ضيعنا مجهودنا على الفاضي في القطعه. طيب من غير بقى ما نتكلم كتير، يلا ندخل في الموضوع. طبعا اللي لا غنى عنه، يعني مش بس في الكونكريت، في اي اعمال هاند ميد، ايه البابلز. البابلز يا جماعة لا غنى عنه خالص 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 نهائي. البابلز مهم جدا. تمام. طبعا البابلز اللي مش عارفة انتوا عارفين ولا لأ، بس البابلز فيه منه نوعين. في نوع اللي هو الكور بتاعته بتكون صغيرة اللي هي زي دي كده، وفي النوع بتكون الكور كبيرة. فطبعا انا كنت في الاول مش عارفة، فكنت بشتري اللي هو البابلز الكور كبيرة. لكن عايزة اقول لكم ان الوحش ان في الكور الكبيرة بتكون الفراغات ما بين كل كورة وكورة بتكون كبيرة، فده بيخلي ان القطع ممكن تتخبط وتتكسر، وانا ابقى لفاها ببابلز وابقى مش عارفة ايه المشكلة. فانتوا لو هتجيبوا بابلز هاتوا البابلز الصغير اللي هو الكور الصغيرة دي، بلاش البابلز اللي الكور كبيرة عشان بتكون الفراغات كبيرة. طيب البابلز ده نجيبه منين؟ انا زي ما كنت مصوره لكم فيديو قبل كده، انا بجيبه من كمال سعد، تمام، اللي في المنشية لاني انا من اسكندرية. هل في كمال سعد في فروع تانية؟ بجد مش عارفة، بس يعني هو في ناس كتير اونلاين بتبيع يعني البابلز. طيب رول البابلز عند كمال سعد الرول كامل حوالي 100 متر تقريبا، عامل 250 جنيه. انا لما بروح حاليا لاني انا يعني ما مش عادة بيتوفر معايا ان انا اجيب رول كامل، فانا بروح اشتري مثلا ب 80 جنيه، ب 100 جنيه، بيديني 23 متر، 30 متر على حسب بقى الفلوس، وهو بيحسب لي المتر ب3.5. تمام، ب3 جنيه، يعني ب3 جنيه ونص. ده بالنسبة للبابلز. فطبعا لازم اغلف بيه القطعة كويس جدا. كمان عايزة اقول لكم البابلز في سطح كده ناعم املس، وفي السطح بتاع البابلز نفسها. لما نيجي نغلف القطعة بتاعتنا لازم نغلفها على السطح الناعم، لان احنا لو غلفناها على السطح اللي فيه البابلز، البابلز دي هتسيب اثار في القطعة بتاعتنا حتى لو القطعة ناشفة، لان القطعة بتفضل مثلا في الشحن وقت، ممكن لو محافظة هتوصل لها بعد يومين بعد 3، فهنلاقي ان القطعة بتاعتنا معلم فيها البابلز. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا لما نيجي نغلفه بنشوف القطع الجزء او الوش الناعم، هو ده اللي احنا بنغلف فيه القطعة بتاعتنا. طيب هل احنا بنغلف ببابلز وخلاص؟ يعني احنا المنظر ده كده بيكون نهائي؟ لا طبعا. احنا كمان بقى في حاجة حلوة قوي برضو عايزة اقولها لكم. ده حاجة اسمها فرخ كانسون. الكانسون ده يعني تقريبا احنا عارفينه يعني من ايام المدارس والحاجات دي يعني. بصوا هو بيبقى لونه بيج كده. عايزه اقول لكم ده متر كبير بيكون عامل 3 جنيه ونص. مش عارفه ايه الحوار بتاع ال3 جنيه، بس هو صدفه يعني. طبعا احنا بنعمل ايه في الفرخ ده؟ احنا بنقسمه على حسب القطعه بتاعتنا، بنشوف القطعه هتاخد قد ايه وبنقصه وبنلفه في القطعه. عايزه اقول لكم ان هو بيكون تقيل. بصوا انا عايزه اوريكم،
هو بصوا السمك بتاعه مش كبير قوي، بس هو ناشف، فبيحافظ على القطعة بجد، بيخليها ان هي تكون برضو يعني متحملة اي ضغط جه عليها. فيبقى انا الاول بلفها بالبابلز زي ما بقول لكم. مثلا ده الشكل بتاعي، انا بغلفها في البابلز. بعد ما بغلفها كويس جدا في البابلز، طبعا مش بستخسر في البابلز، وبعد كده بجيب ايه الورق الكانسون ده. طيب لو انا ما عنديش ورق كانسون، او لو مش هعرف اجيب ورق كانسون، وبالمناسبة برضو ورق الكانسون ده عند كمال سعد برضو اللي في المنشية، او تقدروا تجيبوه بقى من اي مكتبة. ورق الكانسون ده مشهور قوي في اي مكتبة يعني. تمام، هو بيبقى لونه بيش كده وبني زي ما انا مورياه لكم كده. طب لو مش متوفر معانا، نقدر نستخدم اي كتب عندنا، اي كتب، كراسات، اي حاجة اقدر استخدمها في ان انا اغلف بيها. بقطع بالورق وبغلف القطعة بتاعتي بالورق. ولكن ساعتها بقى انا هعمل ايه لو هغلف بالورق؟ الداعم الاساسي بتاعي هو السكotش. السكotش لا غنى عنه. كمان السكotش مهم جدا 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 في ان هو بيغلف القطعة بطريقة حلوة، وبيمنع ان هي اي صدمات تدخل جوه القطعة. يعني انتوا متخيلين هو بيعمل ايه؟ برغم ان هو رقيق جدا. وعايزة اقول لكم طبعا الاسعار بتاعته بتبتدي من اول 15 جنيه. يعني ده كبير شوية، ده عامل 30 جنيه. في من أول 15، وفي 20، وفي كمان لو يعني تقريبا بداية من 15. كان زمان في ب10، بس دلوقتي بقى ب15. فطبعا أنا الصراحة بجيب الكبير، لأني لا غنى عنه خالص نهائي يعني في الشغل يعني أبدا. فطبعا احنا بنغلف بالبابل زي ما قلت لكم، وبورق الكانسون او ورق كراسة او كتاب عندنا، وكمان باللزق اللي هو السكotش. بتأكد ان هو السكotش يعني غلفته كويس جدا، بلف بيه القطعة كده. تمام. اخر بقى خطوة عندنا وهي الكرتونة. طيب انا دلوقتي انا كنت بشتري كراتين، تمام، عشان اغلف فيها. ولكن يا جماعة سعر الكراتين بقى غالي قوي. يعني الكرتونة كانت عشان الاقي كرتونة الارتفاع ده بتبقى عاملة 25 جنيه أو 30 جنيه. طبعا أنا حوار التغليف ده أنا بحاسب عليه العميل كله أول عن آخر 15 جنيه في الأوردر. تمام، مش بزود عن كده. فطبعا ان انا اشتري بس كرتونة لوحدها عاملة حوالي 30 جنيه او 25 جنيه، فالموضوع الصراحة ازمة. وخاصة ان انا ما لقيتش حد اجيب منه جملة. فكان الموضوع هيبقى كتير عليا. فبقيت اعمل ايه؟ بقيت بجيب كراتين عادية من السوبر ماركت. طبعا السوبر ماركت بيتعاملوا ان هم مثلا بيبيعوا لك كيلو كراتين ب10 جنيه. في ناس تانية مثلا يبيعولك الكرتونتين ب5 جنيه، بس ما بيبقاش سعرها اغلى من كده. تمام. فانا بحاول برضو انقي كراتين زي احسن، يعني احسن كرتونة هتنفعكم اللي يكون الارتفاع بتاعها، اللي هو الارتفاع من هنا اللي هي بعد الحتة دي، الارتفاع بتاعها هنا يكون 25 سنتي، ويكون العرض بتاعها 30. لاني طبعا انتوا عارفين احنا بنعمل قطع ريمبو قوس قزح، او بنعمل صواني، بنعمل حاجات كبيرة. فالحاجات دي عشان نوقفها جوه الكرتونة، لو الكرتونة صغيرة بتخلي القطع ما توقفش كويس، والقطع بيبقى عليها ضغط، فالقطع ممكن تتكسر. فاحنا بنعمل ايه؟ لا، بنجيبها ارتفاعها يكون كبير كده من جوه. شايفين الارتفاع قد ايه من جوه؟ بحيث ان انا لو وقفتها هنا، او حتى نيمتها او اي حاجة، يكون المكان مناسب. تمام. ف زي ما بقول لكم ده احسن تغليف. وفي الاخر طبعا بغلف الكرتونه بتاعتي بالسكotش، بقفلها كويس جدا. لو الكرتونه بتاعتي مثلا انا جبت كرتونه زي دي، وكان الاوردر دي برضو تركاية كده صغيرة، وكان الاوردر صغير على الكرتونة، يعني الكرتونة كبيرة والاوردر صغير. حاولوا على قد ما تقدروا لو عندكم سفنج، عندكم ورق، عندكم اي حاجة، ان انتوا تزنقوا القطع. لان لو الكرتونة كبيرة القطع هتتحرك وممكن تتكسر من حركتها في بعض. فنحاول على قد ما نقدر يا اما تكون الكرتونة مقاسها مناسب مع القطع اللي هنحطها، او تكون الكرتونة محشورة، القطع بتاعتها تكون محشورة كده بحيث ان هي ما تتحركش. تمام. دي كل التركات او طريقة التغليف اللي انا بعتمدها وبعملها.
واتمنى تكونوا بتستفادوا، واتمنى يكون الفيديوهات بتفيدكم اللي انا بنزلها، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. واستنوني فيديوهات تانية ان شاء الله، وقولوا لي هل الفويس اوفر احسن ولا ان انا اتكلم والفيديو كده شغال احسن. وهستنى الكومنتات بتاعتكم. وشكرا لكل حد بيتفرج عليا، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان انتوا بتنسوا يعني. وباي باي.